من السهل أن تشتري سيارة ولكن من الصعب صنعها. اليوم نتعرف على أحد الشباب في هذه الحلقة الذي استطاع أن يسوي تجميع لهذه السيارة من قطع محلية، تجميع يدوي، اشتغل شغل يده ما شاء الله. اليوم نتعرف على المهندس أنس الذي صنع هذه السيارة بإمكانيته الخاصة. كيف حالك يا أنس؟ الحمد لله. كيف أخبارك؟ تمام؟ الحمد لله. نحب نسألك بعض الأسئلة على هذه السيارة اللي صنعتها اليوم. السيارة يعني ممكن نسأل. السيارة هذه الآن أصبحت حديث الشارع هنا في مدينة إب، كل الناس تحب تتصور مع هذه السيارة. يعني إيش الإمكانيات، إيش الأشياء التي بدأت في صناعة هذه السيارة من البداية؟ والله بالنسبة للإمكانيات ممكن تكون يعني بسيطة، مثل جلخ وماكينة لحام. طيب الأدوات من فين جبت الأدوات البدائية؟ البدائية هي كلها يعني شروة حديد. طيب يا أنس، إيش الشيء الدافع اللي يخليك تصنع هذه السيارة؟ والله بالنسبة للدافع انك تكون انك صنعت شيء حلو. من تصنيعك انت يكفيك فخر. يا سلام. صنعت شيء يعني مش الكل قادرين يصنعوها، ولا صحيح. الكل يعني مش قادرين. صحيح. الفرق ما بين انك يعني تكون متعلم وانك تكون يعني غير متعلم، هذا صحيح. فرق كبير. لكن لا يوجد شخص غير غبي بالعالم هذا. لا مش بالضروره انك يعني تدخل كليه او تدخل صحيح. مجال أيوه. بحيث انك تبدع. صح هذا مهم، لكن هذا كعمل مستقبلي. لكن صحيح. كبدايه ممكن انك تصنع اشياء كثيره. طيب خلال مدة صناعة السيارة هذه هل واجهتك صعوبات من حيث توفير المواد، القطع الغيار، خاصة عندنا مش متوفر؟ والله الصعوبات كثيره، يعني انك ممكن انك تروح اماكن احيانا ما تحصلش القطعه. صحيح. هذا هو سؤالي. وايضا المكان ما فيش بيئه محيطه بحيث يعني امكانيه انك تقدر تصنع، او مثلا حوش او هذا. أيوة صنعتها في سطح البيت. سطح البيت ما شاء الله. شوفوا السيارة هذه صلحها يا جماعة في سطح البيت بإمكانيات محدودة جدا ما شااء الله. طيب يا أنس، كم التكلفة الإجمالية يعني تقديريا كم كلفتك هذه السيارة؟ والله بالنسبه للتكلفه حوالي 2 مليون. ما شاء الله 2 مليون. لكن هي ليست التكلفه الفعليه التي يعني موجوده في السياره، لانه نتيجه يعني تجارب ونتيجه صح محاولات عديده. محاولات عديده كلفتني قطاع، ما شاء الله. اشياء. حلو. صراحه احنا فخورين بهذه الصناعه والله، حلوه وجميله جدا. طيب الماكينه ماكينه ايش ركبت لها؟ ماكينه متر. قوه 205. طيب هل فيها عزم قوي؟ لانه الان يقولوا ماكينه متر صغيره والجرم كبير، هل تتحمل؟ بالنسبه للعزم تمام الحمد لله، لكن اذا اراد الشخص ممكن انه في مجال للتطوير، في مجال تغيير ماكينه اكبر او حتى في دبل صغير ممكن انه ما تعيقك باي. طيب يا أنس، بما أن السيارة هذه تكلفتها غالية حوالي $3000، ليش ما اشتريت سيارة جاهزة بدل التعب والشغل سنة كامل؟ كان ممكن انك تشتري سيارة، لكن يكفيك فخر انك تصنع شيء، يعني شيء تبعك انت، هذا مخصوص، ويكفي الخبرات والتجارب والمهن التي ممكن انك تاخذها من خلال هذا المشروع. صحيح، يعني الشغف موجود في الصناعة. هو يعني كتجربة انت بتخسر، صحيح.
من بعد ممكن التكلفة بتقل. صحيح. كل ما كان في دعم أكثر أو مجال أو بيئة محيطة تمام، ممكن إنك تصنعها وما تكلفك حتى $1000 $2000. والله انك مبدع صراحه، جميله جميله جدا السياره رغم الامكانيات البسيطه. الحمد لله. لا راح حلوه جدا. كم استهلاك هذه السياره للوقود؟ والله بالنسبة استهلاكها قليل جدا، لأنه ماكينة موتور تكون اقتصادية. أيضا ممكن إن لتر واحد يعني يمشيك عدة مشاوير. ما شاء الله، يعني باللتر واحد، يعني نفس الموتور تماما. نفس الموتور. حلو جدا جدا. تستوعب اثنين ومعنا بالوراء خانه. أيوه. حلو جدا، يعني واحد يقدر يحمل الاغراض، يحمل كل شيء. ممكن. وحتى من ناحية البضي حق الهيكل، يعني هيكل تمام، انه حتى متانته يعني يعني انا شايف ان الحديد قوي جدا للصناعه وموزونه، يعني دقه ابداع ما شاء الله. الحمد لله. وحتى اننا يعني احيانا اسوقها بخوف، انه يعني ممكن انها تعور سياره ثانيه، لكن هي صحيح. كم سرعه السياره هذه؟ سرعه السياره سرعه موتور دراجه ناريه ذات عجلتين. تمام. ما يقارب 120، لكن طالما وزن السيارة وزنها ثقيل صحيح مع الحديد، ثقيل جدا، يعني يقارب 80 90. حلو جدا. 80 90 يعني ممتاز جدا، خاصة في الزحمة هذه. الحمد لله. وخاصة انت يعني في مدينة ما تحتاج ال 80. أيوة. مستحيل واحد يسرع فوق ال 80 في المدينة، لأنه المدينة مكتظة بالسكان ومزدحمة، لذلك يعني ما تحتاج السرعة هذا. لكن إذا أردت يعني إنك تكبر السرعة، ممكن تغير لها ماكينة أكثر، وهذا شيء طبيعي. في ختام حلقة اليوم احنا فخورين جدا ان في شباب مبدعين مثل انس الصبري الذي قدر ان يجمع هذه السيارة ويصنعها من الصفر، لانه عنده ورشة ألمنيوم. فشكرا لكم على المشاهدة، ونشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمة، وانا مروان، سلام.